السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. وحشتوني من الفيديو اللي فات، طبعا اتأخرت عليكم بس ليا عذري يعني. النهاردة جيت لكم بفيديو جديد. المرة اللي فاتت لما نزلت فيديو على اطقم الحلل الستيل الكركماز، ناس كتير سألتني على يا ريت يعني طقم جرانيت آه، يكون كويس. يعني طبعا الناس بتقلق من الاطقم الجرانيت والسيراميك لانها طبعا حاجه مستجده، فالناس بتقلق منها وبتخاف ان هي ترمي فلوس على الارض، خاصه ان الاطقم دي يعني اسعارها بقى مبالغ فيها بطريقه، يعني بقت صعبه جدا جدا جدا. فاللي عندها طقم جرانيت او سيراميك اصلي وكويس معاه في الاستخدام، يا ريت يا ريت تحافظ عليه، ما تعملش زيي خالص. النهارده جايبه لكم طقم الحلل بتاعي، طبعا بعد ما استخدمته يعني ما شاء الله اللهم بارك، دلوقتي بقالنا 5 سنين. في حاجات استخدمتها من اول يوم، وفي حاجات يعني بقالها 5 سنين استخدام معايا، وفي حاجات لسه ما استخدمتهاش خالص. فالحاجات اللي انا استخدمتها هعرفها لكم النهارده في الفيديو ده، وهقول لكم ايه الريفيو بتاعي عنها وايه تقييمها، وانتوا بقى ايه تشوفوا ايه اللي يناسبكم وتقدروا بقى تحددوا تشتروا ايه. طيب هو الطقم معايا عبارة عن ايه؟ الطقم معايا عبارة عن 3 حلل، طبعا مقاسات مختلفة. هما التلات حلل كده تحت بعض، وصينية تدخل الفرن، ولبانة، واتنين مقلاية عادية اللي هي دي، مقلاية عادية سطحها أملس، وفي مقلاية تانية اللي هي بتبقى يعني زي ايه مخططة كده زي الجريل اهي، واضحة معاكم. دي مقلاية طبعا حجمها كبير، حجمها كبير ما شاء الله يعني. شوفوا بقى الختم سافلون، طبعا ميدن تركي، هو تركي والختم باين. وطبعا الدواير اللي في ظهر المقلاية دي طبعا بتساعد ان هي توزع الحرارة. وطبعا الجرانيت هو احسن حاجة لما يكون من تحت كده متوزع كده الحرارة، يعني بيبقى احسن من الالومنيوم كمان. ما بيلزقش والحرارة بتاعته بتبقى مناسبة، لا بيوطي ولا بيعلي مثلا زي التيفال، ولا ما بيوزعش الحرارة ولا كده، لأ بيوزع في جميع الاتجاهات و... وبيكون احسن من الالومنيوم وعلى فكرة بيمتص الحرارة جدا. يعني هي الحلة بتكون تقيلة، فلما بتحطها على النار شوية كده حبة كده بس على ما تكتسب الحرارة بس، يعني ما شاء الله ما شاء الله، لو انت بتعملي فيها محشي او رز او مكرونة او ما شاء الله لا يعلى عليها، بجد 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 حرارتها في الاكل وتسويتها للاكل جميلة جدا جدا جدا. طبعا بتكون الحرارة جواها عالية، ويعني تحس ان هي بتكمر الاكل كده. لو انت هتسوي فيها حاجة حتى على البخار ما شاء الله تتأكدي 100% ان هي عمرها ما تتحرق منك، لان القاع بتاع المقلاية او بتاع الحلة سميك، وكمان توزيعات الحرارة دي فبتضمن لك ان يعني ايه لو انت حتى نسيتي عن حاجة ونسيتيها مش هتتحرق فيها. هو نون ستيك طبعا، مفيش اي حاجة بتلزق فيه، حتى لو انت عاملاها من غير زيت ومن غير اي حاجة. وال الحبيبات اللي فيه دي يعني محببة، مش ان هي ملساء خالص، لا الحبيبات اللي فيه دي يعني لو انت عملتي كده تحسي بيها. دول 2 مقلاية. ودي طبعا اللبانة استخدمتها انا على طول، يعني اللبانة دي معايا من زمان ما شاء الله، ولا خدش ولا اي حاجة يعني. طالما انت محافظة في الاستخدام خلاص. الايد ما شاء الله ولا يعني ما تلخلختش حتى. والغطا برضو في ناس بتقول الغطيان بتتكسر، يعني وانا بالنسبه لي ان الغطا يكون كده ما فيهوش لا مسمار ولا اي حاجه، ده احسن بالنسبه لي وافضل. لان المسامير والحاجات دي مع مرور الوقت بتصدي، حتى لو هي كويسه في الاول مع مرور الوقت بتصدي. فهو يعني ايه الغطا يكون املس كده احسن من انه يكون فيه مسمار. طيب هو كده بس؟ لا في كمان حاجه ناقصه، بس انا كنت مستخدماها يعني كانت في الثلاجه، حاطه فيها انا اكل، اللي هي دي زي مش عارفه كسرولة، بس انا مش عارفه استخدامها ايه بصراحه. بس انا كنت يعني حاطه فيها حاجه في التلاجة، اكل في التلاجة، فقلت اطلعها ايه علشان الريفيو كده، فهي دلوقتي فيها اكل. بس ما شاء الله برضو في الاستخدام جميله، طالما انت محافظه في الاستخدام خلاص. وما شاء الله الايد بتاعتها برضو متينه، والغطا برضو نفس النظام. دي انا ما استخدمتهاش خالص، ما استخدمتهاش خالص لسه حتى دلوقتي
مطلعها من ايه، من الشنطة بتاعتها. فعشان بس نعرف ايه عدد القطع بتاعت الطقم. بس معايا ده الجارانتي بتاعه، الضمان. طبعا سنتين، طبعا عدوا من زمان، وميدين تركي. يعني هو بصي ما شاء الله ما شاء الله الطقم باين من يعني هو الطقم باين من الحاجات اللي معاه، حتى من الشنط بتاعته اللي جايه اللي جايه متقفل بيها اللي جايه متقفل بيها الطقم ذات نفسه جوه الكرتونه. اصلا طبعا كانت ما شاء الله كرتونه كبيره قوي. ودي الشنط اللي بتحط فيها الطقم. دي صينيه الفرن. طبعا تعملي فيها مكرونه بالبشاميل، هي يعني متساويه اهي، من فوق زي من تحت، مش واسعه مثلا من فوق وضيقه من تحت، لا متساويه كلها. تعملي فيها كيك مثلا لتورته، تعملي فيها مكرونه بالبشاميل، صينيه بطاطس، بقى شغاله معاكي. بس اهم حاجه ان انت استخدامك فيها يكون بالسباتيول. ما تقوليش معلقه خشب، ما تقوليش معلقه ستيل. استخدامك فيها يكون بالسباتيول. لو انت استخدمت السباتيول عمره ما هيجرى له حاجه، يقعد بدل السنه 10. بجد والله. يعني الحاجات اللي انا استخدمت فيها الاسباتيول ما شاء الله ما شاء الله جميله جميله جميله. الحله دي برضو انا استخدمتها ما شاء الله. عملت فيها رز، وعملت فيها مكرونه وعملت فيها كشري، وعملت فيها كل حاجه. عملت فيها برضو محشي ما شاء الله ما شاء الله. بجد 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 تسويتها في المحشي جميله قوي 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 قوي. والله بجد. مش علشان هو عندي ولا كده، لا، بس فعلا الحله بتحافظ على درجه الحراره جدا. وتسويتها في المحشي لو انت حاطه له حتى ميه او شوربه حاجه بسيطه، هي بتكمل، هي الباقي عليها. نيجي بقى ايه للمفاجاه الكبرى. بصوا بقى معايا، ايه رايكم؟ دي اصغر حله طبعا معايا من اول يوم. هقول لكم بقى ايه اللي حصل معايا فيها. طبعا هي يعني اتقشرت، بس يعني ايه، كل حاجه فيها سليمه. الغطا سليم، والحله سليمه، والايدين سليمه، ما شاء الله كل حاجه سليمه. بس ايه، هي ايه، اتقشرت. اقول لكم بقى اتقشرت ليه، عشان ايه محدش يعمل زيي. طيب، دي اتقشرت ليه يا حلوة؟ اتقشرت علشان انا ما كنتش مستخدماها كويس. اول طبعا ما اتجوزت، هم قالوا يعني لازم نستخدم فيها سباتيول ومعلقه خشب وكلام من ده. فانا قلت يعني يا جماعه ده بيقولوا اي كلام، طلعوا كلامنا من دماغكم. احنا لسه هنطلع معلقه خشب، ولسه هنعمل بسباتيول، والسباتيول ما بيبقاش مريح معايا في الرز، بيبقى لين كده. فقلت المعلقه ايه، المعلقه احسن. لغايه بقى ما جبت انا سباتيول تاني. طبعا لما الحله باظت اضطريت ان انا اجيب سباتيول تاني، ويعني ايه، اظبط نفسي ان انا مستخدمش في الحاجات دي غير السباتيول. حتى لو انت بتقلي تكون حاجه برضو ايه، مش حاده ومش مدببه وكده. ف... فعملت ايه، كنت بستخدم فيها المعلقه اللي هي الستانلس، اللي احنا بناكل بيها عادي. كنت بقلب بيها. كنت بستخدم فيها المضرب اللي هو الستيل. يعني كنت واخداها فحت وردم، ما كنتش بحافظ عليها خالص 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 خالص، وهي دي المشكله. كنت مثلا اعمل فيها حاجه واخلص، اقوم واخداها من على النار سخنه مولعه، احطها في قلب الميه في الحوض. طب ما هو كده غلط. اصلا الحاجات اللي هي نون ستيك دي زي التيفال والجرانيت والسيراميك، كل الحاجات ديت ما ينفعش ان انت تاخديها من على النار تاخديها تحت الميه على طول، غلط. وخاصه ان الجرانيت ده السافلون ما شاء الله تقيل، وبتبقى درجه حرارتها عاليه جدا، وبتقعد وقت على ما بتسخن. فهي كانت يعني لسه هي على النار، فدرجه الحراره بتاعتها بتكون عاليه جدا. فانت لما تاخديها تحطها تحت الميه تعمل التش دي، هي اكبر غلط. فانا كنت بعمل فيها كده، وما اتحرقتش مني ولا حاجه. بس هو ما شاء الله الطقم ده بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك. يعني كل واحد عندها الطقم ده الاصلي، ما بي ما بيحرقش الاكل ولا بيتحرق. بجد. يعني لو انت نسيتي عن حاجه ودخلتي مثلا عملتي حاجه ونسيتي، هو ما شاء الله ما بيحرقش الاكل. بس ده ما يمنعش ان احنا طبعا ناخد بالنا ونحرص. فهي دي الحاجات اللي انا حبيت اقولها لكم النهارده. طبعا احنا عارفين ان هم قالوا اصح حاجه نعمل فيها الاكل. يعني الدكاتره بمعنى اصح، والناس اللي انا سمعتهم قالوا ان احنا
احلى حاجه نعمل فيها الاكل الجرانيت، وبعد الجرانيت الستيل، وبعد الستيل الالومنيوم. فلو حد لسه بيجهز او لو عروسه لسه بتجهز، انصحك بالطقم ده. ما شاء الله ما شاء الله، خامه وتقفيل وتقل وتسويه للاكل، وما شاء الله بيعيش كل حاجه فيه جميله، بسم الله ما شاء الله. بس لو انتي استخدمتيه صح، اسأت استخدامه ما تلوميش بقى غير نفسك. فده اللي انا حبيت اقوله لكم النهارده. طبعا شايفين العلامه المائيه، العلامه المائيه دي مهمه جدا جدا جدا. العلامه المائيه دي هي العلامه المائيه ديت اللي اصلا بتعرفك ان الطقم ده اصلي. واضحه؟ هي مش باينه قوي. والبرضو الختم برضو من تحت، الختم على فكره بارز لبره، مش حفر لجوه، بارز لبره. ميدن تركي سافلون، وطبعا المقاس. فهي دي الحاجات اللي انا حبيت اعرفها لكم النهارده، وايه، واقول لكم على كل الحاجات اللي تاخدوا بالكم منها، زي مثلا الغطا، زي مثلا الحاجات بتاعه توزيعات الحراره دي من تحت، والايدين برضو. في بقى سافلون عاملين دلوقتي طبعا الطقم ده من 5 سنين. سافلون عاملين دلوقتي طقم الايدين بتاعه الحله مش زي دي كده، لا، الايدين بتاعه الحله منها فيها يعني بتسخن زي الحله، وايدين كده يعني نفس خامه الحله، مش بلاستيك. ده طبعا هيكون افضل، لان البلاستيك برضو مع مرور الوقت برضو اكيد برضو مش هتكون زي لما تكون الحله منها فيها. الله ما شاء الله يعني. زي ما انتم شايفين طقم قيم جدا، قيم جدا في مطبخ اي واحده. زي ما قلت لكم، لو اي واحده عندها الطقم ده يعني تحافظ عليه وما تغلطش غلطتي اللي انا غلطتها في اول حله. وان شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر نجيب حله غيرها نفس المقاس. ولو اي عروس حابه تشتري، تتاكد ان هو سافلون، الجرانيت سافلون، وهي اصلا الكرتونه بتاعته بتكون باينه من بره. ولو في حد بتاع ادوات مطبخ او الحاجات الكهربائيه بتاعه المنزل والرفايع وكده، موثوق فيه او كبير، هاتوا منه، هتكون برضو عنده الحاجه ديت. هتكون اصليه، وهو غالي شويه بس بصراحه قيم. مع انك تستخدمي له سباتيول هيعيش معاكي بدل السنه 10 ما شاء الله. وده كان الريفيو بتاع النهارده عن طقم جرانيت سافلون. ولو لو عايزين اي ريفيو عن اي طقم تاني هرشح لكم طبعا. فده كان رأيي النهارده، واتمنى ان انتوا تشاركوني رأيكم في التعليقات. ولو في اي حد عنده اي رأي مخالف طبعا يكتب لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هرد عليكم. وسلام، اقابلكم في فيديو جديد.